اللي معتقده ان لكل مجتهد نصيب، اوعى تغير معتقدك مهما تأخر الفتح والفرج عليك وانت مجتهد. الشخص الطيب طيبتك دي سر كرم كتير انت شايفه في حياتك، حتى لو في انسان ما قدرش طيبتك. فحافظ على هذه المعتقدات لان هي اللي بتحميك، وما تخليش الايام تغير لك افكارك الجميلة ومعتقداتك السليمة. فاللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، واحفظ نعمتك علينا من الزوال، واحفظنا من الشقاء في الوصول لأرزاقنا. اللهم امين يا رب العالمين. ازيكم يا احلى اخوات فراولات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يوم جديد ومعايا فيديو جديد، فيديو حلو قوي قوي. بصوا الاوضه بتاعت الولاد هنا حرفيا كانت فوق بعضها، اقسم لكم بالله كانت رهيبه، اللي هي هدوم في كل حته وكتب، وهتشوفوا دلوقتي بنفسكم. كانت متبهدله اخر بهدله عشان انا تعبانه وما كنتش مهتميه بقى. حلو يعني اليومين اللي فاتوا، والله العظيم كل يوم بروقها، بس هي كانت عايزه ترويقه عميقه. وكمان هنعمل غدا مع بعض حلو قوي قوي، هيعجبكم. فيلا يا احلى اخوات في الدنيا كلها كده، لو حد اول مره بيشوفني اتمنى يشترك عندي في القناه ويفعل زر الجرس باشعار الكل عشان يوصل كل جديد من عند اختكم ام يوسف. بدات كده، قمت شلت كل حاجه موجوده على السرير، حتى الحافظه اللي هي بتبقى بتاعه المرتبه دي كمان بقى بالمره. يلا يعني بصوا ما بدهاش، كنت اخده بقى برشامه ادتني شويه قوه وحماس كده. كنت واخده برشام الجيوب الانفيه، عنده الجيوب الانفيه زي ما انتوا سامعيني كده. بصوا انا مخنفه ازاي، اياك حد يضحك عليا. لما الجيوب الانفيه عندي بتتعبني، انتوا عارفين ده موسمها وتغيير الجو والبهدله اللي احنا فيها دي، فالجماعه اللي عندهم جيوب انفيه تعبانه ده اكتر وقت بصوا مضرورين فيه. فكنت تعبانه، واللي هي بقى بتخليني دماغي وجعاني وعينيا ومش مركزه وصداع، كنتش قادره اعمل حاجه خالص. فاخدت البرشامه بقى، فقلت هي لسه اول ما باخدها كده بيكون مفعولها قوي شويه، بتخليني ايه اللي هو ببقى نشيطه شويه. بصوا بقول لكم برضو مشغله المروحه ما بحرمش. الجو الواحد لما بيشتغل الجو جسم الواحد بيسخن وكده، فبلاقي نفسي حرانه، فاقوم شايله بقى الطرحه وكده فتعب اكتر. قلت لا هشغل المروحه تديني شويه طراوه روه كده. بصوا رايكم في الملايه دي، هي شكلها حلو بس هي مش عاجباني. هي لونها حلو يعني من قريب، لا شكلها حلو. فرشتها خلاص، قلت هي ايه غامقه شويه كده، تستحمل الولاد بقى يومين 3. شلت الحافظه بتاعه المرتبه عشان اغسلها، بصراحه بتشيل كتير كتير عن المرتبه، بتسيب المرتبه معاكي نضيفه كده وايه وزي الفل. خلصنا بقى السرير كده، هجيب بقى الدفايه دي. دفايات كتير بقى طالعه من الدولاب، كانوا بيتغطوا على طول بالدفايات، والجو سقع شويه قاموا مطلعين البطاطين. اجي اشيل الدفايات يقولوا لا سيبيها خليها مع البطاطين، فاللي هو الدنيا هي مطلعين الدفايات كلها تقريبا. فحطيت بقى الدفايه دي كده على السرير، مثلا اللي عايز يتغطى بيها خفيفه كده بيتغطى، عايز بطانيه بيتغطى زي ما هو عايز يعني. الله المستعان. تعالوا نروح عند الكنبه، ومحدش يتخض ابدا من اللي هتشوفوه. شايفين المنظر ده غير اللي انا شلته طلعته بره. هتشوفوا دلوقتي. بصوا المكنسه فين، على الركنه. فاللي عنده ولاد وهو تعبان ربنا معاه بجد. دعوة منكم بقى لاختكم ام يوسف كده بالشفاء العاجل ان شاء الله. اللهم المسني بيدك لمسة شفاء عاجلا غير آجلا يا رب العالمين، وقولوا امين. امنوا على الدعوة بتاعتي. بصوا لوجي مطلعه الكتب كلها اللي هي حطاها على الركن عادي كده، حاطه الشنطه في حته والكتب في حته. تيجي من المدرسه مستعجله عايزه تنزل الدرس، ترمي اي حاجه في اي حاجه. اختصرت عشان ما تعبكمش معايا، وشلت كل اللي على الركن، حاطين المكنسه على الكتب على الشنط واللانش بوكس. بصوا هيصه هيصه كده. كان ابو يوسف بقى صبح هيجي بقى من الشغل، فقلت لا يا جماعه مش هينفع يروح يجي ابدا يلاقي الدنيا كده ابدا. مش ممكن. لازم جوزك لو راجع من الشغل يلاقي البيت زي الفل، حتى لو تعبانه الواحد هيقوم كده واللي هو يزحف عشان ينظف الدنيا. ما يبقاش جاي من الشغل ومن التعب ويجي يلاقي الدنيا متبهدله او الولاد مش نظيفه او اي حاجه. والله العظيم الواحد لو قاعد والدنيا مكركبه بيبقى على عينه، لان الكركبه وكده بيدي طاقه سلبيه جدا، خليكي اللي هو تعبانه اكتر واكتر. يمكن لما تبقي تعبانه وتنضفي حواليكي تحسي براحه نفسيه كده،
وطاقة إيجابية تخليكي تخفي من غير علاج. نضفت كله بقى، بصوا في الأرض بقى ورق باكو بسكوت، وعيش محطوط اللي معاه سندوتش وفاضل منه حتة يحط لك الباقي جنب السرير، وهكذا. كلنا عندنا أولاد، وكلنا يعني عندنا المواضيع دي، مش حاجة جديدة. بصوا ما قلتلكمش أنا طلعت الفريزر بره، طلعت الفريزر اللي كان في الأوضة هنا بره، هبوريهولكوا أنا حطيته فين الروتين الجاي إن شاء الله. كان الفريزر والتلاجة الاتنين كانوا جنب بعض، فاستغليت الواد يوسف كان هنا بصراحة. على فكرة عايزة اقول لكم احنا هنا كنا الساعة 1 بالليل، بس قلت اما اقوم ايه واخلص شغل كده، وكنت مشغلة الغسالة برضو وكده. هو الفيديو متصور على مرتين مش مرة واحدة، يعني فيديو الاكل مع نفسه وفيديو الروتين ده كان مع نفسه. فهنا كنا كده الساعة 12:30 داخلين على 1، لدرجة ان الولاد كمان انا كنت شغالة وهم دخلوا ناموا. قلت لهم بقى ناموا، عندهم امتحانات في المدارس وكده، ربنا ينجح ولادنا كلهم. فالفريزر اللي انا شلته من هنا كان الفريزر كنت حابه احطه يعني جنب التلاجة بيبقى شكله حلو، بس الكلام ده بقى لو في المطبخ بره او مكان واسع. ولكن انا كنت حطاه هنا جنب السرير، فالتلاجة كانت لازقه في السرير. اللي يجي يفتح التلاجة لو حد نايم ممكن ياخد برد، الجو ساقع زي ما احنا عارفين، فتفتح التلاجة تحس بتكييف. كانت حلوة في الصيف، بقول لك كده عشان محدش يبرد او يتعب وكده. خلصت بقى الأوضة، بصوا خليتها زي الفل كده، ما سبتش حاجة فيها مش نضيفة، بقت زي القمر، بقت فل شمعة منورة اهي. لو تفضل بقى كده شوية يعني يوم يومين مثلا أنا راضية. بقت زي العسل يا قمرات اهي زيكم. يلا يا قمر، لو عندك أي حاجة عايزة تتنضف عايزة تتعمل، قومي وتنشطي مع أختك أم يوسف ونضفيها، والله المستعان وربنا اللي بيقوي. بقولكوا كده خلصتها، يلا بينا بقى ايه. جبت البوفيه دوت كده بناكله عليه، يعني الترابيزه اللي بناكله عليها اسمها البوفيه او الطبليه زي ما بتقولوا. جبتها برضو حطيتها في المكان ده، لاني حطيت مكانها بره الديب فريزر. يلا بينا بقى ندخل مع بعض على المطبخ كده نشوف هنعمل احلى غدا. معايا هنا كنت محضره بقى كل حاجه اهي. معايا بصلايه كده كبيره مبشوره، مش كبيره قوي يعني. وعندي ده كان صدر فرخه قطعته بانيه، مقطعه بانيه اللي هو ايه سميك شويه كده. وديت لحمه بلدي. تعالوا نشوف هنعمل غدا ايه النهارده. هنعمل غدا حلو قوي قوي زي ما قلت لكم. هنزل بالبصل المبشوره كلها كده على البانيه اللي عندي. تعالوا نتبله بقى. معلقه فلفل اسود صغيره، نص معلقه 7 بهارات، شويه ملح وليمونه، مفيش اسهل من كده. ده بقى التتبيله الاساسيه والاصليه من غير اي افتكاسات للبانيه. تاكل هنا بقى اللي هو بانيه بانيه كده بطعم زمان، من غير اي افتكاسات عليه ولا اي اجتهادات يعني. عصرة الليمونه دي حلو بتديله مزازه، متخليش فيه طبعا اي زفرة او اي حاجه. بس كده هركنه بقى على جنب كده. اول حاجه عملتها عشان يشرب معايا من التتبيله، مهم قوي تتبلي البانيه وتسيبيه يشرب من التتبيله شويه. جبت بقى الطاجن ده. تعالى هنعمل طاجن لحمه، اقسم لكم بالله رهيب. طاجن لحمه بالبصل تحفه. معايا كده ديت اي نوع لحمه بقى انت تحبيه، اي كميه لحمه تفضليها، اي كميه لحمه عايزه تعمليها يعني. انا معايا ده كده نص كيلو من اللحمه. جبت طماطميتين وسط كده قطعتهم. احنا هنعمله بصوا ني في ني كده وهيبقى رهيب. عليهم قرنين شطة كده، لو عايزة تحطي فيهم واحد حراق عادي يعني. وجبت بقى ايه كده، هو طاجن لحمة بالبصل يبقى هنكتر البصل. نص كيلو بصل، كيلو الا ربع من البصل، هيديلك طعم رهيب. هتاكلي البصل ده قبل اللحمة. وهقطعه برضو كده ايه اللي هو حلقات صغيرة رفيعة مش تخينة قوي، عشان برضو ايه عايزاها تبقى ايه شكلها لطيف كده في التقديم، ما تبقاش اللي مقطعاها بتستوي ولكن بتلاقي البصلة اللي هي شكلها مش لطيف. خليها حلقات رفيعة كده، حلقاتك برجلات. هنتبله بقى بتتبيله عايزه اقول لكم هتجيب ريحتها اخر الدنيا. عندنا ابو يوسف بيحب اللحمه اكتر في الشوربه، لما عملت له الطاجن ده قال لي جميل جدا، انا بعمليه على طول. هديهم بقى ايه كده رشه جوز الطيب، ما تكتريهاش، اللي يزيد عن حده بيتقلب ضده. رشه كده ايه من جوز الطيب بسيطه تديله طعم حلو قوي. كمان عليهم معلقه ملح صغيره، معلقه بابريكا مدخنه، وفلفل اسود، وربع معلقه صغيره من السبع بهارات. وقلبي بقى وشم الريحه هنا. الريحة هنا يا سيدي يا سيدي يا سيدي.
بجد الريحة هنا حلوة قوي، وهو لسه كمان ما استواش، يعني اللي حطيته في الفرن لسه ولا استوى. هديله بقى ايه كده رشة زيت صغننة، ولو عندك زبدة سمنة بلدي حطي، بس انا ما كانش عندي فاديته رشة زيت نباتي، بلاش زيت من اللي هو العادي. هقفل بقى على الطاجن بتاعي كده عشان لما تيجي تسويه يبقى البخار مكتوم كده، يبقى طعمه حلو. اي اكل في الفخار ده عامه بيبقى طعمه حلو. هعمل جنبه طاجن رز صغير مش كبير. ابو يوسف عندي بيحب الرز مش بيحب المكرونه، فالبانيه لازم نعمل معاه مكرونه، فانا محبتش ازعل حد يعني. هعمل طاجن رز صغير كده، قلت كده كده هشغل الفرن علشان احط طاجن اللحمه يستوي، فاعمل جنبه طاجن الرز، وهدخلهم بقى الفرن كده على درجه حراره عاليه على الشبكه في النص، وهسيبهم ياخدوا يدوا مع بعض. لما الرز يغلي ههدي النار واسيبهم يستووا. الطاجن هيقعد معايا في الفرن قد ايه؟ هيقعد معايا ساعه. جبت هنا كده بيضه، وما حطيتش على فلفل لان حاطه فلفل كتير على البانيه. حطيت البيضه على البانيه كله. كده بتوفري البيض كمان، ان انت تستخدمي بيض كتير، ان انت تعملي واحده واحده كده في البيض. وكمان لما تيجي تقلي البانيه ما تلاقوش عامل رغاوي كتير كده في الزيت. تعالى نعمل التغليفه بقى بتاعه البانيه بتاعنا، الكفر بتاعه. عندي اللي هو الفيجيتار ده كده بتجيبيه من عند العطار، بيبقى اوفر. انا بعمله هنا من الفينو والبقسماط، وعامله معاكم على القناه يعني قبل كده. بيبقى جميل والله، بيبقى اجمد من اللي بره. هو متبل، بتجيبيه من عند العطار، بتقوله عايزه بانيه بانيه مي عايزه. ركزي يا ام يوسف والنبي ما تاخذوني. عايزه فيجيتار حر او عادي، فانا كنت جايباه فيجيتار عادي كده عشان ولادي. بس بتاخدي كده وتضغطي بقى عليه حلو كده عشان تعملي كفر حلو على وحدات البانيه يعني. بس كده مبياخدش وقت معاكي ولا اي مجهود، وبتوفري كمان. لما بتجيبي الفيجيتار فرط كده من عند العطار، الكيلو ب20 جنيه تقريبا، مش غالي. لو جبتي اللي هي البواكي ديت، يعني عايزالك ولا 10 بواكي عشان تعملي نص كيلو، تاخد زي ما كنت الاول بجيبه، ما كنتش بلاحق بصراحه. فمن ساعه ما اخترعوه بقى كده وطلع عند العطار سايب، بقيت بجيبه، بيوفر كتير. هدخله بقى ايه التلاجة شويه على ما احضر تسبيكه المكرونه. حطيت بقى حله على النار كده، وحطيت فيها ربع كوبايه من الزيت. وديت كده انا زعلانه التوم ده خلص. ده كده توم اللي انا مفرزاه. حطيت معلقه كبيره من التوم المهروس. هنعمل له شويه مكرونه حلوين قوي قوي قوي. التوم المتفرز ده يا جماعه كنز في التلاجة عندي. كان خلص بقى من عندي وخلاص بقى، انا زعلت. اللي هو سهل، طلعي من الفريزر كده وعلى طول تشتغلي، متاخديش اي وقت، تلاقي كل حاجه سهله معاكي في المطبخ. حطيت عليهم معلقه خل كبيره كده على التوم بعد ما اتحمر، ونزلت بالطماطم والفلفل الاسود، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه ملح صغيره. انا بحب الفلفل كتير على المكرونه. مش عارفه انا مناخيري ضاربه ازاي وشامه ريحه غاز. عايزه اقوم اشوف ايه الدنيا. بس كده بقى، وادي كيلو من المكرونه حطيت عليه معلقه ملح على الميه، وكمان شويه زيت، عشان دي مكرونه مش مضمونه، مكرونه التموين. بس برضو بتطلع معايا زي الفل. كانت اتسلقت وغسلتها، وادي التسبيكه كانت اتسبكت، وما بسيبش التسبيكه بتاعه المكرونه تنشف قوي معايا وهي بتتسبك. وهقلب بقى المكرونه كده مع التسبيكه. عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه. مكرونه وتوم وخل دي رهيبه. وتقدري تحطي مع التومه كده قرن شطه مدقوق او متخرط، تبقى مكرونه حلوه قوي. هسيب المكرونه بقى كده هدي على النار، لان هي مستويه 3/4 تسويه في السلق بتاعها. بصوا بقى، المتغطي على البوتاجاز بفوطه دوت كانت حله اللبن، اللي هو كان فيديو الجبنه والزبده اللي عملناه مع بعض. كنت حاطاه يخمر فبحطه على البوتاجاز كده. كنت مشغله الفرن بقى فخمر معايا اكتر بسرعه يعني. هسيب المكرونه بقى تهدى وتتلدن. اخر حاجه بحضرها آه البانيه، يعني اخر حاجه هيعملها يعني، عشان يبقى ايه سخن كده معانا في التقديم. تسيبي الزيت طبعا يسخن، وما بتنزليش بالبانيه في زيت بارد عشان الكفر اللي عليه ما يفكش معاكي. اول ما بتحطيه كده بتحطيه على نار عاليه، يبدا البانيه خلاص هيبدا يتحمر، هدي النار شويه. هو بياخدش 5 دقايق تسويه. عايزه اقول لكم مقرمش وجميل جدا. اول ما تلاقيه اتحمر بقى خد اللون الذهبي، هنا كنت خلاص بقى حمرت كميه البانيه كلها. بصوا المكرونه بالواحده، مش واحده لازقه في واحده، رهيبه كده. مع انها مكرونه التموين يعني ناس كتير بتخاف منها. كنت عملت طبق سلطه بقى كده. بصوا طاجن الرز تحفه ومستوي كان زي القمر، بس هما كانوا جعانين ومستعجلين. يا سيدي بقى على طاجن اللحمه ده والبصل،
اي والله انا جعانه، أنا لسه صاحيه من النوم حتى ما اكلتش حاجه. طب هاتي حته يا ام يوسف، حته مستويه وبصوا زي الزبده وكفايه الريحه كده. اقول لكوش لازم تجربوه. والبانيه كمان مستوي زي القمر، وده المخلل اللي كنا عاملينه مع بعض. وده بقى طبق سلطه مميز. طبق السلطه بتاع البانيه والمكرونه ده بعمله خيار وطماطم وشطه وملح وبس، بيبقى طعمه حلو قوي. ده كان الفيديو بتاعي احلى اخوات النهارده. لو عجبكم شجعوني بلايك وشير وسبسكرايب في حفظ الله وامنه. باي باي.